اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك ديال البرتقال اللي كيجي رائع جدا. كيجي لذيذ خفيف هشيش وكيذوب في الفم. وملي كنقول لكم كيذوب في الفم راه فعلا المعنى الحقيقي ديال كيذوب في الفم. ندوزو نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير، ولكن قبل ما تنساوش ديروا معكم واحد اللايك واشتراك للقناه باش توصلوا دائما بالجديد. فبسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ واحد التشينه ولا البرتقاله ونحك لها فقط داك القشره الفوقانيه ديالها، ما نوصلوش لداك البياض باش ما يمررناش هذا الكيك هذا. غادي نزيد عليه 75 غرام ديال السكر. هنايا في هذه الوصفه كامله غادي نحتاج 150 غرام، فانا غادي نزيد نصف الكميه مع القشره ديال البرتقال ونمعكها مزيان هكا بواحد السباتوله حتى كيتلبس لنا داك السكر بالقشره ديال التشين وكياخذ كاع داك النكهه ولا النكهه ديال الزيوت الطبيعيه اللي في التشين. من بعد كنزيدو 100 غرام ديال الزبده اللي بدرجه حراره الغرفه، نحاول انني نخدمها مزيان حتى كتولي نعجك البوماده. ومن بعد كنزيدو 4 ديال اصفار البيض اللي استعملت فهو البيض متوسط الحجم. كنخلط مزيان كلشي، ومن بعد غادي نزيدو 75 ملل ديال الزيت العاديه ولا زيت المائده. دائما مع التحريك المستمر انا كنزيد داك الزيت وانا تنحرك. من بعد غادي نحتاجو 320 غرام ديال الطحين اللي ما يكونش فيه نسبه الجلوتين عاليه بزاف. من الاحسن تستعملوا الطحين ديال الحلويات. كنغربل داك الطحين وكنزيد خماره واحده بوزن 8 غرام وكنرجع نبدا كنحرك هكا في داك الخليط ديالي، غير كنحركو واحد شويه وكنكب عليه كاس ديال عصير ديال البرتقال طازج، يعني تكونوا يلاه كيعصرتوه. غادي نحتاج كاس ما يعادل 150 ملل. غادي نحرك مزيان غادي تشوفوا بان داك الخليط راه هكا ثقيل ولا هكا خشين شي شويه، معليش ما تخافوش. من بعد غادي نزيدوا له ابيض البيض. دابا غادي ناخذوا 5 ديال ابيض البيض اللي عندي، زدت عليهم واحد القبيصه ديال الملحه وبديت كنطربهم. ملي داروا هكا شويش داك الفقاعات كنبدا كنزيد 75 غرام ديال السكر تدريجيا. يعني راه كيف ما قلت لكم الوصفه كامله مستعمله فيها 150 غرام ديال السكر، اي ما يعادل كاس ديال العنبه. كنبدا كنطرب حتى كنحصلوا على مغانق بهذا الشكل هذا، تيكون داك المنقر هكا طالع، فهنا كنعرفوا بان داك البياض البيض صافي راه طلع لنا مزيان. اذا كناخذ شويه ديال بيض البيض وكنضيفوه على الخليط اللي عندنا الاولاني وكنبدا كنحرك من تحت للفوق. هي ممكن في المره الاولى كتحركوا مزيان ولا بالزربه ماشي مشكل باش كيخفف لنا هكا العجين شي شويه، ولكن من بعد كتبداو كتزيدوا داك بيض البيض شويه بشويه، ودائما التحريك تيكون من تحت للفوق باش هكا ما كنهرسوش داك بيض البيض وكنفقدوا كاع داك الهواء اللي اكتسبناه اثناء الخفق. فصافي كيف ما شفتوا العجينه راه كتكون شويه هكا شاده في راسها، ما كتكونش جاريه. كناخذها وكنديرها في واحد المول اللي انا درت له البابي سولفوريزي. ما كانش البابي سولفوريزي فكدهنوه بشويش ديال الزبده وكترشوا له شويش هكا ديال الطحين. كنحاولوا نديروا داك العجينه ديالنا في المول وكنحاولوا اننا نساويو داك السطح ولا داك الوجه ديال الكيك ديالنا قبل ما غادي ندخلوه الفران. كنحاول انني نخبطوه هكا شويش مع سطح العمل هكا باش الا كاينين شي فقاعات يخرجوا لنا. صافي كناخذ واحد الموس وكندير واحد الفليحه هكا، واحد تقطيعه ولا واحد الخط من فوق ديال الكيك وكندير عليه خويط ديال الزبده اللي عندي بدرجه حراره المطبخ. صافي كناخذ القالب ديال الكيك كندخلو للفران اللي مسخناه انا من قبل على درجه حراره 170 درجه، ولكن ملي كنحط الكيك ديالي كنزل الحراره على 150 درجه وغادي ندير له ساعه ديال الوقت. كيطيب على خاطرو ما كيتحرقش، كيجي محمر كامل، وداك التحميره كتجي يعني محمر بشكل جميل، يعني كله كيجي نفس التحميره. فصافي من بعد ما داز هذا الوقت هذا كيكون الكيك ديالي واجد. نتوما شكيتوا بانه مازال ما طابلكمش فدائما خذوا واحد العويد دخلوه خرج لكم ناشف، فهذا يعني بان الكيك صافي راه طاب. خرج لكم مازال شويش خضر اولا من الدي، فهذا يعني بان الكيك مازال خاصو واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق في الفران. كنخلي الكيك في المول تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على ما كيبرد واحد شويه، عاد كنديموليوه وعاد كنزولوا له داك البابي سولفوريزي. شوفوا كيفاش تنفخ تبارك الله ما شاء الله، وكذلك كيفاش اللون ديالو جاي محمر بشكل جميل وكيجي خفيف بزاف. حنايا غادي نخليه كيبرد. فهاد الاثناء غادي ندوزو نحضروا الكلاصاج. غادي ندير فيه 5 ديال المعالق ديال السكر كلاصي اولا سكر بودره.
غادي نزيد معاه 2 ديال المعالق كبار ديال العصير ديال التشين اولا ديال البرتقال صافي. وغادي تزوقوا ولا تزينوا كيف ما حب الخاطر، كيف ما نتوما عجبكم ولا كيف ما نتوما حبيتوا. انا درت هذا الشكل هذا، ممكن غير دهنوه هكا من الفوق كيجي كذلك مزيون. وبالنسبه للتزيين فانا خديت هنايا القشره ديال التشين اللي خديتها قطعتها رقيقه وعسلتها وخليتها حتى بردت واحد شويه، وعاد زينت بها داك الكيك هذا وكنقدموه بالصحه والراحه. كيجي غزال، كيجي واعر وكيذوب البنات في الفم. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتنجح معكم وتعجبكم وتعجب الاسره ديالكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. وقبل ما تخرجي من هذا الفيديو ما تنسايليش واحد اللايك واشتراك، وكذلك خلي لي واحد الكومنتير صغير. نتلاقاو من بعد، السلام عليكم.